ايه الاسد ده يا وردة؟ هو ماله نايم في نص الغابة كده ليه؟ ده ضخم جدا وواخد مكان كبير قوي. ما ينام على جنب شوية، هو واخد الغابة كلها لحسابه ولا ايه؟ احنا مش عارفين نتحرك ولا نلعب. انا هروح اصحيه ياخد مكان شوية على جنب. اوعي اوعي يا تنة ورنة. الاسد ده ملك الغابة، هو ضخم جدا. قلبه طيب لكن ما يحبش حد يزعجه ابدا وهو نايم، ولا حد يتجرأ عليه ولا يستفزه. اوعي تعملي حركة زي كده والا هيغضب مني غضب جامد. غضب جامد يعني هيعمل لي ايه يعني؟ هي ليه كل حيوانات الغابة بتخاف منه وبتعمل له ألف حساب؟ ده مفيش أي حيوان بيتجرأ يعدي من قدامه وما يكون نايم بالذات. قصته قصة. هو طيب وقلبه حنين وبيحب يساعد كل الحيوانات، لكن كمان بيتضايق جدا وعصبي ومبيحبش حد يتجرأ عليه ولا يسبب له أي إزعاج، خصوصا وهو نايم كده. كان في يوم من الأيام نايم وجيه فار صغنن وفضل يتنطط على كتفه. الفار ضايقه وسبب له إزعاج لحد لما صحي من النوم. لقى الفار حواليه، عاتب الفار وقال له: انت ازاي تتجرأ وتيجي عندي وتعمل كده وانا نايم؟ انت ما تعرفش ان ده ممنوع؟ انا هعاقبك عقاب شديد. ومسك الفار والفار قعد يعيط ويقول له: خلاص سامحني المرة دي، وانا وانت نبقى اصدقاء وبلاش تأذيني. انا ما كنتش اعرف حاجة، خلاص المرة دي انا عرفت القصة ومش هقرب منك تاني ابدا. الاسد قال له: ابدا، انا وانت كمان نبقى اصدقاء. ده انت مش شايف حجمك قد ايه وانا حجمي قد ايه؟ هو في اسد وفار بيبقوا اصدقاء؟ انت شكلك مجنون. تعالى لما اعملك النهارده على الغدا عشان تحرم تعمل كده تاني. الفار قعد يعيط وزعل قوي وقعد يتحايل على الاسد ويقول له: لا، سامحني وسيبني وعمري ما هكرر الغلطة دي تاني. الأسد قال: أبدا، أنا لازم أتغدى بيك النهاردة. أنت شكلك فار مجنون وكمان جاي تقولي أصدقاء بعد ما قلقتيني وأزعجتيني وصحتني من النوم تقولي أصدقاء؟ صدقني هنبقى أصدقاء، ولو احتجتيني في أي يوم من الأيام عشان أساعدك هتلاقيني موجود. أنا صديق وفي وبحب أساعد كل الحيوانات. سيبني بس أنت المرة دي وأوعدك إنها مش هتتكرر مني تاني. ضحك الأسد وقال له: خلاص، انت شكلك فار مجنون وانا هسامحك المرة دي وهسيبك عشان دي اول مرة وانا اول مرة اشوفك فعلا. يلا امشي وما تجيش عندي تاني ولا تيجي المنطقة اللي انا فيها. خد بعض الفار ومشي وهرب بسرعة من وشه. الله يا وردة، كملي، دي شكلها قصة ممتعة وشكل الموضوع كبير قوي. كمليلي بقية القصة، عمل ايه الاسد بعد كده والفار راح على فين؟ هحكيلك يا ستي. بصي يا تن، الفار مشي والأسد قعد كام يوم في الغابة، نسي خالص قصة الفار فرفور. وجه في يوم من الأيام وهو بيتمشى كده حوالين الغابة وبيستمتع وبيبص لجمال الطبيعة والجمال خلق ربنا في الأشجار وفي الحيوانات اللي حواليه ولصوت العصافير وللبحيرة. وقع في شبكة صيد حاطينها الصيادين عشان يصطادوه. طبعا الأسد حاول كتير ان هو يخرج لكن معرفش، لان الشبكة كانت محكمة وهو اتكتف جواها ومش عارف يتحرك. ابتدى يزقر من كتر التعب ومن كتر الزعل على نفسه وقال: خلاص انا كده خلاص انتهيت. لكن من كتر ما صوته ومن كتر ان هو ما يقس وفضل يزقر بصوت عالي، الفار فرافيله سمع صوته وجاله يجري. قال له: ايه ده؟ مش انت الاسد؟ مش انت صديقي؟ راح قال له: هو انت فاكرني ولا نسيتني؟ الاسد قال له: بصراحة انا مش فاكرك، بس دلوقتي انا ابتديت افتكر. مش انت الفار اللي جيت قبل كده وازعجتني وانا نايم وقلت ان احنا نبقى اصدقاء؟ قال له: ايوه، انا الفار فرافيرو، ودلوقتي انا هساعدك، ما تخافش، انا صديق وفي وقلتلك ان انت في يوم من الايام هتحتاجني وهتلاقيني جنبك علشان اساعدك. طبعا الاسد اعترض وقال له: انت ازاي هتقدر تساعدني وانت صغنن كده مش هتعرف تعمل حاجة؟ لكن الفار ما عندهوش اي يأس خالص، فضل يعضعض في الشبكة ببقه ويقطع في الحبال واشتغل بجد واجتهاد لحد ما فك الأسد وطلعه من الشبكة خالص وأنقذ حياته. وساعتها الأسد شكر الفار وقال له: انت فعلا صديق وفي وانا فعلا احتجت لمساعدتك، بالرغم ان انا اكبر منك بكتير واضخم منك، لكن انت انقذت حياتي
بالرغم انك اصغر مني بكتير. راح الفار قال له طبعا، ما هي المسألة مش مسألة حجم مين اكبر ومين اضخم، المسألة ان احنا اصدقاء، ووقت ما هتحتاج لي هتلاقيني، ولازم اساعدك وانقذك حتى لو هيكلفني الامر ايه. فعلا الاسد اقتنع بكلامه وبقى صديق ليه جدا، وقال له انا كمان معاك، ووقت ما تحتاجني في اي وقت هساعدك وهتلاقيني. وابتدوا فعلا يبقوا اصدقاء بجد، لدرجة ان كل حيوانات الغابة بقت تستغرب منه، ازاي الفار يصاحب الاسد، وازاي الاسد ده بالذات يقدر ان هو يتحمل وجود الفار في حياته. وخلصت القصة.